السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده، بقول لكم بحبكم في الله. وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده كده يا حبايبي، قبل ما نبدأ برضو افكركم بالشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم يا حبايب قلبي. اللي ما اشتركش يشترك فيها. النهارده كده الفيديو بتاعنا روتين كده عادي خالص. كل الناس عارفه دلوقتي احنا بنعمل ايه، واللي هم شايفينه دلوقتي طلع في دماغنا كده ان احنا نعمل أكلة عادية الشعب المصري كله بيحبها وبيعملها، وحاجة سهلة جدا ومش مكلفة جدا، وتعتبر أرخص أكلة في الوقت اللي احنا فيه دوت، وفي الزمن اللي احنا فيه والغلا ده كله. تعتبر هي دي الأكل المدبرة أو الموفرة، أو دي هي مش هتكلفك فلوس كتير، وفي نفس الوقت أكلة فيها كل الفيتامينات والغذاء، وخفيفة يعني مش هتكلف كتير معاك في أي حاجة. طبعا انتوا دلوقتي شايفين، انا كان عندي ربع كيلو لحمه مفرومه في الفريزر، وكان عندي رز بقى والخضره والحاجه. فقلت خلاص انا هطلعهم النهارده، كنت محتاره نعمل اكل ايه. وبصراحة بصوا، حيرة الأكل في الصيف دي بتبقى حيرة. الأكل بيبقى تقيل في الصيف من الحر والجو اللي هو بيبقى يعني صعب جدا في الحرارة. يعني بيبقى مخلينا ان احنا بص مش ما فيش نفس للأكل خالص. فطبعا قلت لا خلاص انا هعمل الأكل دي وهناكلها بالشوكة كده وخلاص. كده كده نورة قالت يا ماما انا مش هاكل عيش، وهبة كمان قالت انا مش عايزة اكل عيش ولا رز، وانا قلت طيب خلاص ولا انا كمان هناكلها بالشوكة ونعملها، واكلة موفرة جدا. طبعا دي يا جماعة كلنا عارفينها. دي عندنا احنا اسمها كفتة بالصلصة. كفتة اللي هي كلنا عارفينها، كفتة الرز كده بالصلصة. انا كان عندي رز، جبت بتاع نص كيلو رز كده، طلعته على ربع كيلو اللحمة اللي كان عندي. وطبعا عندنا أزمة جامدة الأيام دي في الخضرة. مش عايزة اقول لكم ربطة الخضرة، انا كان نفسي اصورها لكم معايا في التصوير. وربنا يا جماعة يعني عشان تجمعي ربطة كده محترمة زي اللي احنا كنا بنجربها، لازم تحطي 5 6 ربط كده من الربط اللي احنا شارينها. ربطة الخضرة حزينة على عينها وبتعيط على عينها، ويقولك الربطة ب2 جنيه. يعني عشان تعملي أكلة محشي أو أكلة كفتة زي ديت، عايزالك على الأقل ب10 15 جنيه خضرة علشان تظبط معاكي. أنا طبعا جبت ب10 جنيه خضرة. قلت خلاص هاخد منها حبة اعملهم، وهسيب حبة اكمل عليهم عشان ابقى ايه، اعمل لهم محشي بكرة ان شاء الله. ربط الخضرة بصي مسلوعة، عايزة اقول لكم ايه، معصعصة. وربنا يا جماعة كانت معصعصة شوية عليها لربطة الخضرة اللي انا شاريها النهاردة. طبعا انا قطعت كده، حطيت عليها شوية خضرة، وكان عندي رز غسلته و... وقطعت بصلايه وفصين توم وقرن فلفل، والبهارات بقى فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، شويه قرفه صغيرين. بص البهارات اللي انت حابه تحطيها حطيها، يعني ده بتبقى ملعب بالست. انا ده تملي بقول المطبخ ده لعبتك. براحتك بقى انت شوفي، كل واحد وليه نفس في اكله، كل واحد وليه طريقته في البهارات، وكل واحد وليه طريقته في ايه، في شويه التحابيش بتاعه الاكل دي. انا بقى حطيت البهارات اللي قلت لكم عليها، وقطعت بصلايه حلوه كده، وقطعت الخضره وفصين توم وقرن فلفل، وقلبت ده كله في الرز، وقلبت معاه الربع كيلو لحمه اللي كان عندي. وقلت لنورة يلا اجري على المفرمه بتاعه الكفته وفرميها عند الراجل، مش مشكله احنا نخسر عليها 10 جنيه او 15 جنيه فرم، بس عشان انا عندي الكبه فيها مشكله مش عارفه افرم عليها حاجه. انا كنت بفرم عليها الصراحه لما كانت حلوه، كنت بفرم عليها، بس والله الموتور بتاعها باظ مني، وما اعرفش بصراحه، مش عارفه يعني ايه، عايز يتصلح بقى ولا باظ على كده وهيترمي. فهي كانت بصراحة الكبة كانت بتسعفني كتير جدا، كنت بعمل فيها كل حاجة، وكانت بتساعدني بقى ان انا ايه يعني تنجزني على طول. بس يعني قدر الله ما شاء فعل، كل حاجة ولها عمر، وهي تقريبا كده عمرها الافتراضي انتهى خلاص. ان شاء الله ربنا يسهل الامور، واحاول ايه اجيب واحدة جديدة عشان ما فيش غنى عنها يعني في المطبخ زي ما كلنا عارفين. فقلت لها خلاص يا نورة خدي الرز، وخدي بصوا القطط بصوا يعني، يا ساتر يا رب، يا ساتر فعلا بمعنى الكلمة يعني. والله ما بنعرف نقعد منهم، نطلع بره ورانا، ندخل جوه ورانا على طول، يعني اللي هم بقى ايه يعني، عندهم ذمه وضمير معانا يعني في حياتنا. فجيت قلت لها خلاص خدي يا نوره الكفته والحاجه ديت، وروحي افرميها عند الراجل، وخدي معاكي 20 جنيه شوفي هياخد منك ايه.
هو بصراحة فرمها وخد منها 15 جنيه فرم، وجبناها. وجت نورة كانت لسه بالعباية حتى ما قلعتش زي ما انتوا شايفينها كده، وقعدنا صبعناها انا وهي. ريحتها كانت تحفة وطعمها كان تحفة. على بال نورة ما جت انا كنت سبكت الطماطم، عملت بصلة كده، وكان عندي طماطم مفرزاها في الفريزر، طلعت كيسة حلوة محترمة وصبعت الكفتة، وكنت مسبكة الطماطم وحاطه برضو شويه بهارات في الصلصه كده ومظبطاها، ومعلقه سكر كده علشان خاطر الحموضه، وعملتها. انا بقى يا جماعه طريقتي في الكفته انا ما بحبش احمرها. بص دي هنا البنات قالوا يا ماما حمري لنا طبق هناكله متحمر كده لوحده. انا ما بحمرش الكفته، انا بحط الكفته هتشوفوا دلوقتي زي ما هي كده، بحطها في قلب الصلصه زي ما هي بسويها كده. ده طبعي من زمان مش من دلوقتي يعني. بصوا زي ما هي بقى كده، والصلصه اتسبكت وظبطت بقى الملح والتوابل بتاعتها وكل حاجه، وبنزل بقى كده بالكفته. احنا بنبقى مصبعينها بزيت، بنجيب شويه زيت، وانا قاعده انا ونوره زي ما كنتوا شايفينها من شويه على الصينيه، وبقينا ناخد ايدينا، ناخد الزيت بايدينا كده، نعص ايدينا ونصبع الكفته عشان خاطر ما تلزقش في بعضيها واحنا بنعملها. طبعا هنا نورة كانت بتصورني وكانت بتساعدني ان هي تحط في الحله، عشان انا كنت ماسكه الصينيه واقفه بيها، وكمان ما كنتش عارفه اتحكم فيها لان انا عندي صبع الكبير ده بصوا هيجنني تقريبا كده، مدوحس وعامل ورم وتعبني يعني، الله المستعان من الالم فيه، وخصوصا ان هو جاي لي في الصبع اليمين. والله يا جماعه بصوا من كتر الوجع والالم فيه انا مش مركزه في اي حاجه خالص. جبت كده مرهم اسود عشان احط عليه، وربنا بقى ايه يسهل الامور ان شاء الله، واعرف ان انا استحمل لحد بس لما يعبي واروح ايه اي مستشفى يفتحوا لي بقى. ما اعرفش الحكايه دي ما حصلتليش من زمان، جايه تحصل لي الايام دي ليه ما اعرفش. بس فهي ساعدتني، حطينا الكفته بصوا اهي الصبع بصبعه ما بتلزقش ولا حاجه، وبسيبها كده تغلي في قلب الصلصه كده حوالي ربع ساعه. وحمرت طبق كفته اهو متحمر ناشف لوحده، زي ما انتم شايفين كده. وده اللي هي اللي بالصلصه زي ما انتم شايفينها اهي، انا بحبها في الصلصه، وهم قالوا اعمليها لنا كده يا ماما هناكلها حاف، وقلت ماشي اجرب لهم كده وكده. ورحنا جمعنا بقى طبق القته ده من الارض، جمعنا شويه قته كده حلوين غسلناهم. انا بحب اكل القته كده وهي صغيره. جبنا بقى طبق منها كده، وجبنا عيش وطبق مخلل وحطينا، وده بقى كان غدانا طلع النهارده كده. بصوا حاجه تحفه ومش مكلفه، كل الحكايه لو جيتي حسبتيها هتكلفك حوالي بالظبط يعني 80 جنيه، يعني حوالي 80 جنيه هتعرفي ان انت تجيبي وتعمليها. وانا عملتها بربع كيلو لحمه كانت عندي في الفريزر. وحطيتها وحطيت الرز ونص كيلو رز، وحطيت بقى الخضره والطماطم بس، يعني مش هتكلفك حاجه غير كده. وتمن الفرن لو انت كان عندك كبه في البيت هتفرميها في البيت عادي خالص مفيش اي مشاكل. بس انا استسهلت وقلت 15 جنيه مش مشكله ونفرمها، عشان انا عندي الكبه بايظه. بس يا جماعه بصوا المنظر، دي بقى المتحمره كانت ريحتها تحفه وقلب الدنيا. وبصوا القطط قاعدين حسسين محسسينا ان احنا عاملين وليمه، وهم خلاص بقى كده يعني ايه حاسين نفسهم ان هم ياكلوا. نورا بقى بتقول لكم حطوا اللايك مكاني، وبتقول لكم الاكل طلع كده تحفه انا مش عارفه اعمل بصباعي من كتر ما هو وجعني والله العظيم. هي صورت بقى الفيديو وغرفت الاكل لينا. هنحط بقى كده حوالين الصينيه كرسيين كده، وهنقعد انا والبنات نتغدى بالف هنا. يعني بصوا طعمها تحفه والله العظيم يا جماعه. كنت عايزه اقول لكم احنا حطينا عيش للي عايز ياكل، بس احنا ما كلناش عيش، كلنا كده بالشوكه كده، وقعدنا نقلب فيها بالشوكه، وكلنا لما شبعنا منها والله. والحمد لله على فضل الله وعلى نعمته، وراضيين بالحمد لله بكل حاجه. وعندي البنات بيرضوا بقليلهم باي حاجه، بيقولوا الحمد لله يعني. بصوا بقى احنا بعد لما اكلنا، انا كنت في السوق طبعا ماشيه، فلقيت يعني ايه شويه مانجا كده سكريه. جه الراجل قال لي تعالى هريحك فيهم وخديهم زي شروه على بعضيهم كده يعني. قلت له بكام هتحسب لي الكيلو؟ قال لي هحسب لك الكيلو ب 15 جنيه. قلت له يا عم يبقى ب 12. لازم نفاصل بقى، ما انتوا عارفين الشعب المصري يعني، ولازم بقى نفاصل حتى لو في 2 جنيه هنفاصل برضو، ده طبيعتنا يعني. فبصراحه الراجل قال لي خلاص تمام هوزنهم لك على 12 جنيه والله ما زعلك. قلت له طيب خلاص هاتهم بقى ايه، نعملهم عصير ولا نعملهم بقى ايس كريم ولا اي حاجه. هي كده كده المانجا السكريه كلنا بنبقى عارفين بتبقى طريه شويه ما تستحملش، بس هي كانت مقفوله ما فيهاش حاجه مفتوحه خالص، وكانت الواحده بوحدتها، بس كانت بقى ايه طريه يعني، عشان تاكليها هتبهدلي نفسك. فانا العيال قالوا يا ماما مش هنعرف ناكلها كده. قلت لهم خلاص هقطعها بزي ما هي كده، وهنحطها ايه في الفريزر تتجمد وكلها زي الايس كريم. قالوا خلاص ماشي يا ماما. انا فرمت بقى شفشق في الخلاط، وكان عندي كريم شانتيه، ده بصوا كريم شانتيه كلنا عارفينه،
وجيت حطيت عليه معلقه كريم مع المانجا. بس دي كان عايز كبه يا جماعه، كان عايز كبه يتعمل فيها عشان يطلع يعني ايه مظبوط وكويس جدا. وكان عايز يتجمد في الفريزر اكتر من كده. بصراحه البنات كانوا مستعجلين بقى عايزين يحلوا بعد الكفته. فقالوا ايه خلاص يا ماما اعملها لنا هي كده كويسه. انا كنت عاملاها قبل الكفته وحطها في الفريزر، بس طبعا ما لحقتش ان هي تتجمد قوي يعني، يا دوبها مسكت في بعضها كده. وهي لو كانت اتاكلت كده من غير اي حاجه برضو طعمها تحفه. مانجا بقى وانت حطاها ومفرزاها في الفريزر كده وبتجيبيها، ولو عايزه بقى تحطها زي ما هي كده في الكيس وتخزنيها برضو بتتخزن عادي جدا. بس انا عشان البنات كانوا عايزين ياكلوا حاجه يعني يحلوا بيها بعد الاكل يعني، فانا ايه عملتها لهم. والله هي طلعت معايا الحله دي كده، وقلت خلاص يتسلوا بيها. وهبقى اجيب مره تانية شويه برضو كده، اعدي في السوق بلاقي الفرص دي كتير، هجيب شويه وهعملها برضو كده. انا فرمتها بقى بالكريم شانتيه في الخلاط وجبتها. قالوا غرفينا منها على طول يا جماعه. طب حطوها تتلج شويه في الفريزر او تمسك نفسها. لا يا ماما حطي لنا دلوقتي على طول، احنا عايزين نحلي وبعد كده بحطها تتجمد براحتها. قلت لهم خلاص انتوا كلامكم اوامر وعلى راسي وعلى دماغي، وتعالوا ان شاء الله عني ما حد حوش. ويلا يا عيال هاتوا كوبايتين وتعالوا هغرف لكم كل واحد كوبايه باللي رأيكم بيها، والباقي يبقى يتجمد براحته في الفريزر. هي نور قالت يا ماما هي كده حلوه كده يعني ايه، لا متلجه قوي ولا فكه قوي، والقوام بتاعها حلو جدا عشان نعرف ناكلها، عشان ايه ما توجعش اسناننا وكده يعني. قلت لها يلا يا ست طالما انتوا حابينها كده هاتوا بقى ونطلع بره في الهواء قدام الباب زي ما بنقعد، وهغرف لكم في نور ربنا ونقعد نحل بعد الكفته اللي احنا عملناها. وكلوا يلا ان شاء الله عني ما حد حوش، وبقى الف هنا وشفا ليكم. طبعا انا بقى فرمتها في الخلاط. لو عندك كبه بقى اعمليها في الكبه انت بقى، اعمليها في الكبه وجربيها كده هتلاقيها تحفه معاكم من غير سكر ولا اي حاجه. كده كده المانجا سكريه ومسكره. لو انت جايبه نوع بقى غير السكريه وحاسه ان هي هتبقى محدحده شويه ماشي، ممكن تحطي عليها معلقتين سكر برضو وما تكتريش. بس انت مش هتحطي اي اضافات اللي هي يعني ايه تخليها مش مسكره يعني. هو الاضافات الكريم شانتيه، والكريم شانتيه يعني بيبقى ايه برضو في نسبه سكر يعني، لو انت هتجيبيه بقى مسكر او هتجيبيه العادي يعني. بس وهتفرميها بقى كده في الكبه معاكي وهتحطيها وهتطلعيها بقى، ولا تحطي فانيليا ولا اي اضافات ولا اي حاجه خالص. طبيعيه كده زي ما ربنا ايه خلقنا كده بطبيعه ربنا كده، والحاجه تبقى طبيعيه كده وتعمليها وتاكلي وتدعي لي بقى. عملنا بقى التحليه ديت، وانا خدت كوبايه. بصوا قلت ادوق وبطه واقفه مكسوفه ورا الكاميرا عماله اقول لها تعالي خدي كوبايتك، طبعا مكسوفه. نوره عماله تقول لها كلي، وعماله ايه تعاند فيها نوره عماله تضحك فيها، فهي بقى بتتكسف خالص كده. فانا قلت لها خلاص كلي يا بطه ما تتكسفيش وحطي لايك، وعملت كده اللايك. انا طبعا صباع بص انا رابطه عليه، لو انتوا مش واخدين بالكم اهو في ايديا اليمين انا طبعا رابطه عليه والله العظيم من شده الالم فيه، ويعني حاجه صعبه اهو. هنا انا بوريه لكم بقى وبقول لكم بقى الصباع، فمش عارفه اعمل لايك في بطه بتعمل، وده صباع نوره من ورا الكاميرا هما الاتنين، وانا صباعي بقى رابطه عليه كده لا حول ولا قوه ليه لحد لما ربنا ان شاء الله يسهل الامور ويعبي واعرف اروح افتحه ولا حاجه. دعواتكم ليا بقى، لانه بص من شده الالم والله العظيم قسما بالله انا ما بنام من شده الالم والوجع فيه. كمان انا بخاف من جرح السكر. عماله اقول يا ربي يعني يسترها، عشان هم عمالين يقولوا لي هتروحي تفتحيه في المستشفى وتنضفيه وتعمليه عشان ده جرح السكر ما ينفعش ان انت ايه تسكتي عليه. فربنا يعني يسترها يا رب. انا ما اعرفش اصلا جات لي منين ولا ايه الحكايه دي، عمرها بقى لها فتره جامده يعني ما جاتليش. فالله المستعان في كل حال. ده الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.